خسارة متوقعة للنادي الأهلي. كلنا كنا متوقعينها كجمهور. يعني كلنا كجمهور نادي أهلي كنا عارفين ده. كنا عارفين إن هيجي الوقت اللي بالأداء ده وبالمستوى ده وبعدم بعدم استخدام أو عدم الرجوع للروح القتالية وعدم التفكير في تيشيرت النادي الأهلي وفي الشعار وفي الكيان الكبير، كان في الآخر هيؤدي لده. يعني احنا كجمهور نادي أهلي كنا حاسين بان النتيجه في الاخر هتكون بالمنظر ده. تمام. فهي مش مفاجاه قوي، يعني يمكن ايه، احنا بس الزعل كله على الناس اللي احنا كنا متعشمين فيهم خير. كنا واثقين فيهم زياده عن اللزوم من بدايه الموسم. ولكن انا قلتها وهعيدها تاني، ان كان في مبالغه بشكل واضح في الاثناء على اداء لعيبه انا شايف ان هي ما بتلعبش. تمام. وقلتها قبل كده، احنا مش هنعمل زي فرق اللعيبه عندها يبقى خارج نطاق الخدمه، ما بيقدمش باي حاجه ولا عنده اي حاجه ولا عنده فكره عن الكوره، ويخرجوا ويقسطروه ويقول لك اصل ده اسطوره وده نجم النجوم، ده اسطوره النادي، ده محدش مش عارفه يعرف يعمل مش عارف ايه، ده حط الكوره من ودانه طلعت من مراخيره، والكلام الفاضي اللي احنا عارفينه ده. تمام. احنا مش بتوع كده. احنا طول عمرنا الشعار ده علمنا ان احنا نبقى قده بايه؟ قده بالبطولات. مش هستند برضو الكلام ناس كانت بتقول لك انا مش مهم عندي البطوله، انا المهم عندي ان انا اخش، يعني ايه، العب، الم لي لمه، ادي لحد كوبري، اشمس واحد، هو ده كل دي البطوله بالنسبه له. طبعا دي بطولات وهميه ملهاش اي اساس. في الاخر النادي الاهلي كان معودنا ومعلمنا ان البطل هو اللي يخرج رقم واحد. على فكره الكلام ده موجود في جميع الالعاب، او كان موجود في جميع الالعاب جوه النادي الاهلي. في اي لعبه، اي لعبه، سباحه، فولي، ايا كان اللعبه اللي بتتلعب، وطبعا على راسهم كره القدم، انت لو مش اول فانت مش بطل. فده اللي احنا ايه، افتقدناه تقريبا في اخر سنتين. ابتداء من ضربات كده في المستوى كانت حصلت اخر سنتين. طيب، المشكله فين؟ لان احنا لحد دلوقتي مش قادرين ولا نشاور على المشكله ولا نوجد الحل. احنا بقالنا فتره، المدرب، غيرنا مدرب واتنين وتلاته، مع العلم ان انا كنت من الناس اللي بشيد بتجربة المدرب المصري، وشفت ان هي كانت فعالة اكتر. مش عارف ليه دايما احنا بنلجأ لان احنا لازم نروح ونجيب مدربين اجانب، فيجوا المدربين الاجانب ما يأدوش اي حاجة، فالجمهور يشتمهم، وانا واحد منهم على فكرة اللي بيعترض عليهم. يعني الشتيمة عندي اللي اقصدها الاعتراض على اداء المدرب. تمام. ف عفوا. ففي الاخر ايه اللي يحصل؟ يتغير المدرب، ياخد قيمة الشرط الجزائي بتاعته كاملة، ياخد قيمة العقد كاملة، والدنيا تبقى زبادي خلاط معاه، واحنا كنادي يتداين ويخرج مديون من الموضوع ده. او لو مش هيتداين، يدفع مبالغ غير طبيعية في حاجات لو كانت اتدفعت في صفقات كانت جابت لنا احسن فرود، كانت جابت لنا احسن باكات، كانت جابت لنا احسن خط نص، كانت جابت لنا الحلقة الاهم احسن دفاع. طيب، هل الإدارة ليها رؤية تانية في الناس اللي موجودة، سواء كان مدرب أو كانت لعيبة ما تستاهلش إن هي تلعب بالتيشيرت بتاع النادي الأهلي؟ هم شايفين حاجة الجمهور مش شايفها؟ يعني لا سمح الله، هم فاهمين إن جمهور النادي الأهلي ده، يعني فاهمين جمهور إيه؟ ما عندوش فكرة عن الكورة، فاحنا مش هنراجع وراهم. لا، ده انت اكتر جمهور بيراجع ورا فرقة في مصر هو جمهور النادي الاهلي. والا ما كانش بقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي. ما اعتقدش ان في فرقة تانية في مصر ولا في افريقيا، وافريقيا كلها بتستشهد بده، جمهورها بيحاسبها من الابرة للصاروخ قد جمهور النادي الاهلي لما بيحاسب ادارة النادي الاهلي والنادي الاهلي. ولكن الفترات الاخيرة حصل حاجات يعني ما ينفعش السكوت عليها. خلاص، يعني الواحد ايه، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، الواحد جد من كتر اللي بيحصل. احنا جضينا من كتر اللي بيحصل. وسيبكم من التحفيل الاعمى اللي بيحصل من الفرق، اقسم بالله ولا شاغلني. ياخدوا اللي ياخدوه، ياخدوا البطولة بتاعتهم، ياخدوا بطولة العالم، انا مش فارق لي غير فريقي.
ليه بقول ياخدوا اللي ياخدوه؟ لان في حين ان الاهلي يكون في المستوى ده لازم هم يكونوا في حتة تانية. مش عشان هم حلوين، عشان احنا وحشين الفترة دي، ولازم نعترف بده. طب هل هو ده هيفضل كده على طول؟ انا عارف انه لا. يعني انا عندي قناعات. وعلى فكرة انا عارف انه لا عشان خاطر مثلا انا واثق في الاداره وان هي هتغير لا 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 لا. مش عشان الاداره، مش عارف انه لا عشان الاداره وان هي هتعمل نقله ولا هتعمل حاجه بقى هتغير الدنيا ولا الكلام ده، لا. انا عارف انه لا عشان خاطر جمهور الاهلي اللي هو احنا مش هنسكت. مش هنسيبكوا كده. مش هنسيبكوا تتعاملوا مع الموضوع بالمنظر ده يا جماعه. محدش بيتعب في الحلقه دي كلها، وبقعد اعيدها وازيد واقول فيها. محدش بيتعب في الحلقه دي غير الجمهور. غير الجمهور. انتوا عايزيننا اهو كده كده كده. ولا نسمع ولا نشوف ولا نتكلم. انتوا عايزيننا بقى المرحلة الجاية نعمل ده؟ لا. هل احنا كنا بنعمل ده عشان مستنين مننا ده؟ مش هنعمل ده ولا عمرنا هنعمله. ونتمنى المرة الجاية دي اللي اقصدها بالبطولة الجاية. احنا بقى عندنا الدوري اللي هو احنا دلوقتي ما عندناش غيره تقريبا يعني الحاجة الوحيدة اللي احنا بنلعب عليها ايه؟ هنخسرها دي كمان؟ هنطلع منها عشان نطلع بموسم صفري؟ نطلع بموسم صفري بعيدا عن الفرق التانية ولا جمهورها. انا ماليش دعوة بكلام حد. كده كده انت محدش بيحبك ولا حد هيحبنا ولا حد هيسمي علينا. كده كده معروفة. افريقيا كلها بجمهورها بكل الفرق ما بتحبش النادي الاهلي. بتعمل حسابه لكن ما بتحبوش. خلوا حسابنا موجود. خلوا الناس تعمل حسابنا زي ما هي طول عمرها بتعمل حسابنا. لو عجبكم الفيديو شير للفيديو وتعليق وفعل الجرس. شكرا.